الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، تحقيق وتقديم الدكتور محمد عمارة. إنما تثلج به الصدور وترتاح له النفوس، وبعثنا على الثقة بحسن مقبلنا بحسن مستقبلنا ما نراه من إقدام بعد قدرنا على الأعمال الخيرية وجدهم ونشاطهم في تأليف الكلمة وضم الشمل واتحاد المقصد لنجاح البلاد وتقدمها، وأخذهم بالوسائل الحقيقية التي تؤدي إلى ذلك، وإن سبقنا إليها سكان الممالك المتمدنة وبلغوا بها آمالها من الثروة والقوة وكمال السطوة، وهي إنشاء الجمعيات الخيرية المتعددة تختلف أشكالها وتتحد مقاصدها وتتعدد أماكنها وطرق سيرها وتتفق غاياتها وفوائدها، وتكون على تنوع وظائفها بمنزلة بدن واحد ذي أعضاء مختلفة، يقوم كل عضو منه بما يعود على البدن كله بالصحة والقوة، ويزيدنا أملا وثقة من يشاهدها من تأييد الحكومة السنية لتلك الجمعيات وشد عضدها بما تبديه من المساعدات لها في كل ما يوجب ثباتها وتقدمها وتشييد أركانها وتقوية دعائمها، بما تصدره من الأوامر السامية في شأن تقريرها واعترافها بها، حتى يظهر للجلي النظر ودقيق أن الحكومة بأقوالها وأعمالها كخطيب فصيح العبارة لطيف الإشارة يبث الغيرة في القلوب ويجذب الهمم من خطة الخطة، ويدعو أفراد الرعاية إلى الهدى والرشد ويعلمهم الواجب عليهم لأنفسهم، وهو محب الوطنية والألفة الإنسانية والتعاون على جلب المنافع العامة التي يشترك فيها كل واحد منهم، ودفع بلايا الفقر والفاقة والذلة الناشئة من الشقاق والتضاغط المتولدين من الجهل بحقيقة الحياة الإنسانية. الوقائع المصرية العدد 942 في 19 أكتوبر 1880. وصدر مثل ذلك من الحكومة المصرية، وإن كان غريبا عجيبا إذا رجعنا إلى صفحات التاريخ في الأزمان الماضية، إلا أنه ليس من مكان الغرابة في عصرنا هذا، فإن الجناب الخديوي المعظم قد عرف من عهد شبوبته بالميل إلى المعارف وشدة الحب لها والسعي في تربية الأهالي وتهذيب عقولهم، وعلى ذلك وزراؤه الكرام أيد الله شأنه من ذلك عن الأعجب إذا رأينا هذه الحكومة الجليلة مساعدة لأهل الخير ممهدة لهم طرق الوصول إلى خير ما يقصدون، بعدما ذللت لهم المصاعب الكلية التي أدركهم اليأس من تذليلها في سنين طويلة بعناية خديويها الجليل وهمة دلتو رئيس النظار. ومن أقوى البراهين على ما نقول إقبال الجناب الخديوي ودلتو رياض باشا ناظر الداخلية الجليلة على من قدموا إليه من رجال الجمعيتين الخيريتين، الجمعية الخيرية الإسلامية بالإسكندرية وجمعية المقاصد الخيرية بمصر، فقد قابلهم الجناب المعظم بصدر رحيب ووجه باش، وأجاب التماس كل بأن يصير سعادة ولي العهد رئيسا عاما لجمعية المبعوث من طرفها. وعندما عرض قانون كل من الجمعيتين على دلتو ناظر الداخلية الجليل أقره واستحسنه، وبعث إلى ناظر المعارف باعترافه وقبوله، وأصدر الأمر بتقرير كل من الجمعيتين، وشكر صنيع كل من رجالهما وحث على مساعدتهما في كل ما به تقديمهما، غير أنه لم يغض الطرف عما يلزم لعموم نفعهما، وهو مراعاة وحدة التعليم، وأن تكون موضوعات التعليم فيهما متحددة مع ما في المدارس الميرية، ليتأتى قبول تلامذتهم في المدارس العالية ليتمتعوا بتتميم دروسهم فيها ونيل الشهادات الحقيقية على ما اكتسبوه من الفنون. وخص جمعية الإسكندرية بإعانة نقدية يبلغ مقدارها 350 جنيه من جانب الحكومة في كل سنة، حيث أنها قرنت بين العزم والفعل وشوهد لها أثر في العيان، إلا أنه حث مندوبه على مراعاة الفقراء والأيتام والإكثار منهم بالمدرسة، قائلا إن للأغنياء طرق كثيرة في تعليم أبنائهم، إما الفقراء فليس لهم سبيل إليه، وإننا لو رأينا زيادة عنايتكم بالفقراء لزدناكم في الإعانة والنقدية. ثم أكد وصيته بأن يكون التعليم حقيقيا راسخا في القلوب ثابتا في العقول،
لا أن يكون ظاهريا على سطوح الخيالات والأوهام، فهذا الصنيع الجميل من هذا الوزير الجليل يستدعي انطلاق الألسنة بالثناء عليه وميل الأفئدة بكليتها إليه، وما كل ذلك إلا بعناية الخديوي وحسن مقاصده. خلد الله دولة